مساء الخير عليكم. عاملين ايه؟ انا جايه اتكلم في حاجه مهمه قوي قوي والله العظيم قوي، وبتحصل كتير قوي. انا عايزه اقول للستات اتقوا ربنا في رجالتكم. ليه لما تكوني ساكنه بايجار بقرشين تقولي له ب3 قروش؟ ليه لما يجيلك النور بقرش تقولي بقرشين؟ ليه لما تجيلك الميه بنص قرش تقولي ده بقرشين ونص؟ حرام عليكي. هتروحي من ربنا فين؟ وهو اللي هو بيحارب عشان يجيب الفلوس ديت علشان يدفع المديونات بتاعت البيت غير مصروف البيت. ما حسيتيش انك انت في يوم من الايام هتقفي قدام ربنا ويقولك ايه اللي انت عملتيه في جوزك ده؟ اوعي تقولي لي اصل ما بيدينيش وانا بقى عايزه اسمسر شويه علشان اروح الكوافير واروح اجيب مكياج واروح اجيب مش عارف برفان عشان يبقى شكلي حلو. لا، انت قولي له انا عاوزه كذا وجيب لي كذا. لكن ان انت تخربي بيته بالطريقه ديت ربنا مش هيسيبك ولا هيبارك لك في عيشتك ولا في اولادك ولا في العيشه ما بينك وما بينه. حرام عليكي. كل راجل مطحون بالقرش اللي هو شغال بيه راعي ربنا فيه، وعلى قد ما تقدري اقفي جنبه ووفري له اي حاجه. لما توفري له اي حاجه وتقول له انا موفره لك من الشهر اللي فات كذا، خد وكمل عليه. هيشيلها فوق دماغه، هيشيلها في الدنيا كلها كده ويقول في الدنيا كلها. الراجل مش نكار، خلي بالك، الست هي اللي نكاره. الراجل عمره ما نكر اي حاجه حلوه الست عملتها، لكن الست دايما بتنكر. ليه بقى بتنكر؟ لان هي مش حاسه بالشقه اللي هو فيه ولا التعب اللي هو فيه ولا بيجيب الجنيه ازاي، ان كان شغال حر ولا موظف. فانا بقولك اهو اتقي ربنا. حرام عليكي ما تضغطيش وتعفسيه زي ما الدنيا بتعفسه بره. الدنيا هرساه بره وهو مش محسسك. عرفتي هو بيروح لواحده تانية ليه؟ علشان